النهاردة بقى فكرت أعمل معاكم أكلة مصرية بنحبها جدا ولازم تبقى موجودة عندنا على السفرة مرة حتى كل أسبوع. هنعمل إيه بقى؟ هنعمل صينية دبابيس بالبطاطس طعمها حلو جدا. الصراحة حاجة كده من الآخر، شايفين لونها بعد ما استوت؟ طعمها حلو جدا ولونها حلو جدا، وكمان الخضار طالع مستوي ومش مهري. أحلى حاجة بحبها في صينية البطاطس إن الخضار يطلع معايا مستوي ومش مهري. شايفين الخضار قدامكم اهو مستوي بس مش مهري. كمان عاوزة اوريكم دبابيس الفراخ طالعة مستوية ودايبة دوب زي ما انتوا شايفين. شايفين الدبابيس الفراخ اللحم بيطلع منها بكل سهولة ومستوية وطعمها حلو جدا. كمان شايفين صوص البطاطس حلوة جدا، الصوص شكله حلو وطعمه حلو جدا، وكمان خفيف مش تقيل. تعالوا نشوف الطريقة بتاعتنا. أول حاجة جبت دبابيس الفراخ وغسلتها كويس جدا وحطيتها في محلول الملح اللي هو مية وملح وليمون لمدة نص ساعة، وبعد كده حطيته في مصفى وعملت فيه 3 فتحات، في كل دبوس 3 فتحات لغاية ما صفى المية خالص. هنحضر التتبيلة بقى: معلقة كبيرة ممسوحة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الزنجبيل، معلقة صغيرة من البابريكا، والبابريكا دي مدخنة مش بابريكا عادية. ممكن لو مش موجودة عندك البابريكا اللي مدخنة حطي العادية. ونص معلقة من الشطة، وممكن تستغني عنها لو انت مش بتحبيها. ومعلقتين كبار مليانين من معجون الطماطم اللي هي الصلصة. طب مش متواجد عندي الصلصة عادي مفيش أي مشكلة، أبشر حبايتين من الطماطم حجمهم متوسط على المبشرة اليدوية. وحطينا بصلاية حجمها متوسط على المبشرة اليدوية. وعندنا كمان ربع بنجراية قشرتها بالقشارة كده، وبعد كده بشرتها على المبشرة لغاية ما البنجراية تبقى ايه مبشورة وايه، والحجم بتاعها مش كبير، الحجم بتاعها صغير. ومعلقتين كبار مليانين من الزيت. البنجر هيخلي معاكي الدبابيس طعمها حلو جدا. ومعلقة كبيرة من العسل، العسل الأبيض متواجد حطيه، مش متواجد ممكن تحطي معلقة كبيرة من دبس الرمان، معلقة كبيرة من العسل الأسود لو مش موجود عندك. أنا كل حاجة بقولك عليها بقولك البديل بتاعها عشان ما تقفيش على حاجة. هندعك بقى التتبيلة بتاعتنا دي كويس جدا. انتوا شايفين التتبيلة دي انا ولا حطيت فيها ليمون ولا حطيت فيها خل. ليه؟ لان انا كنت نقع الدبابيس الايه الفراخ في ايه محلول ملح اللي هو فيه ليمون وملح، فمش محتاج ان انا احط ليمون ولا خل تاني. هتجيبي بقى الدبابيس اللي انت ايه حطيتيها في المصفى لغايه ما صفت الميه خالص. بعد كده بتجيبي الدبابيس وتتبليها بالتتبيله دي كويس جدا، وتدخلي بقى التتبيله ديت بين الجلد واللحم، وكمان بتدخلي في الفتحات اللي انت عامله فيها الفتحات دي اللي انت عاملاها في الدبابيس. بعد كده بقى بتتبليها كويس جدا، وبعد ما بتتبليها كويس جدا بتروحي مدخلاها التلاجة لمدة نص ساعة. انا الصراحة مخليتها نص ساعة بس، انت كل ما تخليها وقت اكتر هتاخدي طعم احلى، فانا مستعجلة عليها فخليتها نص ساعة. تعالوا بقى نشوف ايه الخضار بتاعنا. جبت ايه 3 حبات من البصل حجمهم متوسط وقطعتهم حلقات صغيرة. هنحط عليهم معلقة صغيرة من الزعتر المطحون، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون، وهنحط معلقة صغيرة من الثوم الفريش المفروم، وهنحط مكعب مرقة، والمكعبات دي المرقة دي انا عاملاها في القناة يعني مش ترياها، ومعلقة كبيرة من الزيت. وندعك بقى البصل بتاعنا دوت مع الايه مع التوابل دي لغاية ما البصل يتغلف كويس جدا مع التوابل، والبصل ده يجيب المية بتاعته كده، يعني لازم تدعكيها كويس جدا. ممكن تقطعي البصل جوانح، ممكن تقطعيه زي حلقات رفيعة، ممكن تقطعيه قطع صغيرة، عادي تقطيعة الخضار دي حسب ما انت بتحبي. تمام كده. قلبت دعكت البصل يعني كويس جدا مع التوابل. هنجيب ايه بقى؟ بطاطس انا كنت نحطها في الميه نقعها في الميه عشان ما تسودش. جبت كيلو بطاطس، البطاطسيه حجمها صغير، قشرتها، وبعد ما قشرتهم قطعت كل بطاطسيه كده على 3 ايه قطع. يعني انا جبت البطاطس الصغيره مش البطاطس الكبيره، وده كيلو من البطاطس. بعد كده بقى تجيبي ايه كمان، تجيبي 3 حبات من الجزر وتكوني ايه مقشراهم وغسلاهم وتقطعيهم برضو حلقات. وعندك كام ايه قرن فلفل كده برضو تقطعيه حلقات. بعد بقى كده هتقلبي الخضار بتاعك كويس جدا. وزي ما قلت لكم كمية الخضار حسب ما انتوا بتحبوا، كتروها تقللوها. ممكن كمان لو عندك كوسة ممكن تحطي كوسة، يعني الخضار اللي انت بتحبيه. دعكنا بقى ايه قصدي قلبنا الخضار كله مع بعض زي ما انتوا شايفين، وكل المكونات دخلت مع بعض. البطاطس والجزر والفلفل والبصل دخلوا كلهم مع بعض. هنبتدي بقى نجيب 3 كوبايات من عصير الطماطم. بتجيبي الطماطم وتغسليها
وتضربيها في الخلاط من غير اي نقطة مية. تمام. بعد كده بقى بتجيبي العصير الطماطم وتحطيهم على صينية البطاطس. ممكن تحطي كمان معجون طماطم اللي هي الصلصة في الطماطم دي، بس الصراحة انا محطتش معجون طماطم اللي هي الصلصة في الطماطم دي. مش هتحطي الطماطم كلها، تخلي ربع كوباية صغيرة على جنب، وانا هقولك ليه بعد كده هنحطها على جنب. بعد كده بقى تجيبي الدبابيس اللي انت متبلاها وسبتيها في التلاجة لمدة نص ساعة، وتبتدي بقى ترصيها على صينية البطاطس بتاعتك. حلوة جدا بجد، يعني حلوة جدا، يعني حرام ما تجربوهاش. جربوا الطريقة وبعد كده احكموا عليها، لان بجد بجد الطريقة هتعجبكم جدا والطعم الخضار هيعجبكم جدا. وجربوا كمان البنجر المبشور في تتبيلة الفراخ، طعمها حلو جدا. رصيتهم زي ما انتم شايفين، وربع كوباية الطماطم اللي انا قلت لكم شيلوها بقى على جنب، هتبتدوا تحطوها على الدبابيس بعد ما رصيتوها على على صينية البطاطس. يعني تحطوا على كل دبوس كده شوية من عصير الطماطم. وبعد كده بقى تجيبي الفرشة وتمشيها على على الدبابيس، عشان كل عصير الطماطم دوت يبقى على الدبابيس كلها. تكوني بقى مشغلة فرن البوتاجاز على درجة حرارة 200. وبعد كده بتدخليها على الرف اللي من تحت، اللي هو من تحت خالص، وتسيبيها لمدة قد ايه؟ لأ انا سبتها لمدة ساعة وعشر دقايق، انا مش بغطيها ولا اي حاجة. بعد ما بتسيبيها ساعة وعشر دقايق ومشغلة لها المروحة، هتطلع معاكي مستوية وطعمها حلو. على فكرة الحاجات الحمراء اللي دي البنجر اللي انا بشراه. فالحاجات الحمراء اللي بتبقى عليها دي البنجر اللي انا بشراه على الدبابيس. بعد كده بقى دخلناها فرن بوتاجاز، خدت ساعة وعشر دقايق، ما ولعتلهاش الشواية خالص صدقوني. هي من المروحة بتاعت الفرن خدت اللون القمر دوت، والخضار استوى وكمان طعمها حلو جدا. بجد صدقوني طعمها حلو جدا، وبلاش تحكموا على الحاجة غير لما تجربوها، لان بجد هتعجبكم جدا. ممكن تغيري الدبابيس وتجيبي فراخ كاملة، تجيبي وراك اللي موجودة عندك. جربوا الحاجة وبعد كده احكموا عليها. ولو عجبكم الفيديو بتاعي اعملوا لي شير كتير كتير مع اصحابكم، واعملوا لي كمان لايكات، وكمان دوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا منزله. بجد يعني طعمها حلو جدا. ده انا كمان بكلمكم وانا مستعجله عشان عاوزه كمان اكلها وهي سخنه، طعمها حلو جدا. انا النهارده ما عملتش معاها رز، انت ممكن تعملي معاها رز بالشعريه، رز حبايه وحبايه، اللي يعجبك. النهارده انا هاكلها بالعيش. شايفين الدبابيس مستويه ودايبه دوب، والخضار كمان مستوي ومش مهري. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو، احلى حاجه ان الخضار يكون مستوي ومش مهري. شايفين الصوص بتاع صينية البطاطس؟ خفيف ومش تقيل، طعمه حلو جدا. جربوها وبألف هنا مقدما. وكانت معاكم ليلى من قناة مطبخ بألف هنا مع ليلى.